قدرها في لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان. مو أنا اللي أقرأ، لا، هذا شيخ الفقهاء والمجتهدين المحقق الأصفهاني هو اللي يقرأ لكم اليوم. وما أصابها من المصاب مفتاح بابها حديث الباب إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها أيهجم القوم على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتهى الندى إذ رضت تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها رزية. بعد يا شيخ فصل لنا في المصاب شو اللي صار على الزهرة. قال ومن نبوع الدم من ثدييها. كان ليش ينبع الدم من ثدي الزهرة؟ أسألكم يا أبناء الزهرة ليش نبع الدم من ثدي الزهرة؟ ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها والأثر الباقي كمثل الدملج. هالشكل يقول الإمام الصادق ماتت جدتي فاطمة حين ماتت وفي عضدها مثل الدملج وبنت محمد والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. بعد ووكزنا على السيف في متنيها أتى بكل ما أتى عليها. أفصل لك يعني اليوم يوم عذاب، اليوم يوم مصيبة، أفصل لك شلون. يقولوا وإذا الزهرة وقفت عند الباب أحرج عليكم لا تدخلوا بيتي بغير استئذان وإذا باللعين استل صوتا وصار يعلمها على يديها إن فتح الباب لابت بين الباب والجدار لكي تستتر. أحس بها اللعين أسند ظهره للجدار ورجليه في
شو يقول السيد؟ لست انساها ويا لهفي لها، اذ ورا الباب لابت فتكرج على الباب، ولا تسأل عما جرى ثم وصار. وبنت محمدا كأني بها على قبر أبيها تظن مما أصابها، ويا خلاف عينك ما رعوني، ويا خلاف عينك ما رعوني، خذوني حياتي ومجوا عيوني، مويا ومن البكى عليك يا امنعوني، والمر المدينة طلعوني، وين ابويا قمت للباب لكن ما علي حجاب، مويا قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس وعصرني بين الباب، والعنكسار محسن سقاط يتعفر على القاب، بويا خلاف بويا بس ما متت يا زين المعالي، ابن حالة مال البيت جاني لطمني على عيني وعمالي، اي والله لطمني على عيني ناصر الزهراء، يا شيخ ما تدري ما جرى على الزهراء، يا شيخ ما تدري شو اللي صار على الزهراء، عظم الله لك الأجر في هذا اليوم. ها شيخ أنا أسأل زوار النبي في هاليوم وين صاير قبر الزهراء؟ اسمع كنا نروح هالوقت إلى المدينة ونوقف عند باب بيت فاطمة عند بيت الزهراء ونسأل عن قبر الزهراء، جينا ننشد دمع العين على الوجنات يتجارى، جينا وين قبر ام الحسن جاوين دلوني يا زوار دلوني، وين قبر ام الحسن وحسين؟ انا اسال الشيخ الفقيه الشيخ الميرزا جواد التبريزي، اساله وين صاير قبر؟ دلوني بقبر ام الحسن وحسين، قبرها بياك ترصى مما تؤم، ليش تؤم من ام الائمه؟ جلس عندها امير المؤمنين نهنيه يا ابنه النبي من الواد، وجلس عندها واذا يشوف العين المحمره، من وين يا ابنه النبي؟ قالت من ضربه الرجل. تعرف شلون من ضربه الرجل يعني؟ هالشكل يعلنها بكل وقاحه اللعين، يقول استقبلتني بوجه اعشى بصري نورا، رفعت يميني فلطمتها لطما، احمر خدها انتثر قرطها، صرخت ونادت وابتا ومحمدا، يقلها الزايد عليك اليوم يا زهرة الوجيه، بطل البواجن شعب قلبي لا تنوحي، يم الحسن بطل البواجن جاوبيني، شوفي يا ولادك بالبواجن ذوبيني،
واجمع اصحابك عقب موتي وجهزوني. آقا ما خیلی پشت سر آقا بیاد. آقا یکم عقب. بازش کن بازش کن. آقا ندید بچه حرکت نکنید. آقا یکم آقا سریعتر حرکت کن حرکت کن یکم حرکت کن حرکت کن حاج آقا سر رو با نسل نمیشه آخه مسیر حرکت یکم با فاصله برو عقب برو آقا باز میشه آقا یکم سریعتر یکم آقا یکم سریعتر یکم آقا راه باز کن حاج آقا میره باز کن آقا یکم سریعتر آقا یکم فاصله بگیری فیلم بگیری برو سریع حرکت کن آقا براتون بگیر باز کن برو آقا پشت سر آقا بیاین برو
آقا حرکت اجازه بده آقا علی براده در پیش چشم ساقی کوثر گل گشت پژمان شد غنچه پرپر رخسار زهرا گردید نیلی خورده ز دشمن در کوچه سیلی خدایا داده ام از کف همه بود و نبودم خودم دیدم خزانی شد گل یاس کبودم اگه میتونید لحظه ای بنشینید بسم الله